بقت بتعمل روتين للشعر والبشرة، وعرفت التنت والبرفانات البراندات، وبقت واحدة تانية خالص مش هتعرفها، وشكلها كده هتسيبها من الطبخ وريحة البصل، وهتشتغل في مستحضرات تجميل وتدلع متابعينها. نعمة أم إبراهيم فاجأت متابعينها بشكل جديد. يا ترى هتسيب الطبخ وتفتكروا هتبقى بلوجر وفاشونيستا؟ وحكاية روتين الشعر والبشرة في ليلة رأس السنة، كواليس كتير هنعرفها في الفيديو ده. بقت مهتمة بنفسها أكتر من الأول، وبعد ما كانت بتخبي وشها من المتابعين بالمصفى بقت تحط ميك اب وتعمل شعرها روتين، وده غير اللاشز بتاع رموشها. كلامنا هنا عن محتوى نعمة أم إبراهيم الجديد، واللي ظهرت بيه بشكل مختلف تماما عن اللي بتظهر فيه سواء وهي بتطبخ على طبلية أو على الأرض. يا ترى تفتكروا عملت إيه؟ أم إبراهيم طلعت بتحتفل برأس السنة، بس مش بأكلة ولا بحلويات ولا حتى بطبلية لوش السعد عليها، احتفلت بروتين شعرها وبشرتها، وده غير أدوات التجميل اللي اشتريتها، وعملت تجميل قدام متابعينها. نعمة أم إبراهيم ما بقتش تظهر وهي بتاكل سمك ني ولا وهي بتاكل بيض ني، ولا بقت تحب ريحتها تبقى طبيخ، شكلها كده هتسيب الفيديوهات وتبقى بلوجر. ظهرت وهي قلبت بيتها بيوتي سنتر بتعمل فيه كل حاجة مستحضرات تجميل، وفرشة بقى كريمات وزيوت ومنتجات كلها براندات وبرفانات وحاجات آخر دلع، وتنصح متابعينها وخاصة المتجوزين يقوموا يهتموا بنفسهم ويعملوا شعرهم بالزيوت الهندية، وورت متابعينها شعرها وهو سايح من الزيت اللي حطته. ومش بس كده، دي جابت كريمات ترطيب الايد والجسم علشان تخليه ناعم بدل قشف الشتاء، وده غير ايديها اللي حاطت فيها تند وخلتها لونها احمر. نعمة اتغيرت خالص وما بقتش تظهر غير وهي على سنجة 10، وبقت بتعمل اعلانات للبس وبقت موديل كمان عبايات سواء بيتي او خليجي، وده غير انها جابت بالطو فرو اللي بفلوس كتير ولبسته واتصورت بيه، يعني حاجه اخر شياك. واللي ما تعرفوش عن نعمة ام ابراهيم، هي ست اول ما ظهرت على السوشيال ميديا ما كانتش بتحب تظهر نفسها، وما كانش حد يعرف عنها اي حاجه نهائي، لحد ما فجاه قررت انها تظهر. ومش بس كده، دي بقت بتظهر عيالها كمان نجمة ومسلم وبرهومة، وبعدها بقت تطلع لايفات على تيك توك، وبقى ينزل عليها رزم فلوس واسود اشكال والوان، وطلعت اشتكت من جوزها اللي ما بيصرفش عليهم، وعيطت وحكت لمتابعينها وداعمينها ان جوزها اتجوز عليها وانفصلت عنه وما بيدفعش جنيه عليها ولا على عيالها، وهي اللي شايلاهم، واخد ذهبها كمان وباعه، وحتى محل البقاله اللي كانت عاملاه مشروع يكون مصدر رزق ليها حاطط ايده عليه. والازمه ما وقفتش عند هنا، بعد ما اتجوز عليها ضرتها طلعت حامل وعايزه حقها في الشقه اللي نعمة ام ابراهيم قاعده فيها، وساعتها حاول ياخد الشقه بس هي رفضت وقالت انها مش هتسيب حقها ولا حق عيالها وهتفضل قاعده فيها مهما حصل. وفي اللايف ده تحس ربنا عوض عليها ونزل عليها كميه اسود مش طبيعيه. ومش بس كده، دي بقت بتظهر مع مشاهير تيك توك زي مداهم وشاكر وام عمر، ودعموها وخلوا الداعمين يقفوا جنبها. ومداهم طبعا حاول يفك الجو وهزر معاها وسال عن سر حواجبها انها مش كامله، وردت بهزار نصيبهم كده. ولما سالها عن صوتها وانه غريب فردت قالت له خلقه ربنا. واما بقى اللي كان عند كل المشاهير فضول انهم يعرفوه هو انها فعلا اكلت برص قبل كده بحق وحقيقي، وفاجئت الكل بالجواب انها فعلا جابت البرص وشويته واكلته وانه مفيد جدا. يا ترى تفتكروا بعد شهرة نعمة ام ابراهيم في فيديوهات الاكل هتسيبي طبخ وتبقى بلوجر وتدي نصايح للبنات عن البشرة والشعر؟ وهل هيكون لايق عليها الجو ده ولا لا؟ شاركونا في تعليقات.